This is my sister. This is my sister. هذه أختي. This is تنطق this is تنطق this is my sister هذه أختي. ما كتبته هنا the pronunciation لمساعدتكم في النطق لكي تعرفوا كيف تنطق this is. فهي هنا this is my sister هذه أختي. How old is she كم عمرها. how تنطق how old is she من لديه صعوبة في pronunciation في النطق هذه الكتابة تساعده في النطق. هنا how old is she كم عمرها. she's 13 عمرها 30 سنة. 13 هي 30 she's 13 عمرها 30 سنة. This is our garden. This is هذه. هذه our garden حديقتنا. حديقتنا. This is our garden هذه حديقتنا. Is it big هل هي كبيرة. هل هي كبيرة. big is it big هل هي كبيرة. not really ليس حقا. يعني هنا السؤال كان السؤال على الحديقة هل هي كبيرة. is it big والجواب هنا not really يعني ليس حقا كبيرة. يعني الحديقة هي ليست كبيرة. الجواب not really ليست كبيرة ليس حقا. These are my parents هؤلاء والدي. لاحظوا هنا هنا the stress على parents. هنا these are تنطق خفيفة لا تنطق بالضغط عليها. هنا بعد نصيحة لكم عندما تتكلمون مع native speakers يعني شخص من بريطانيا أو من أمريكا وبعض الأحيان لا نفهم النطق. لماذا؟ لأنهم لا ينطقون بعض مثلا هنا these are إذا أردنا قراءتها نقول these are لكن هم بعض الأحيان غالبا لا ينطق الآر هكذا بل تنطق are. These are my parents. ما يجب عليكم التركيز عليه وهو أول الكلام وآخر الكلام. لنقول مثلا these my parents. نقول مثلا these my parents والآر مثلا لم نسمعها جيدا فالمعنى واضح. من هنا these هؤلاء my parents والدي. These are my parents هؤلاء والدي. Are they old هل هم عجزة. Are they old تنطق are they old هل هم عجزة. I'm not sure. أنا not sure لست متأكد. I'm not sure أنا لست متأكد. This is our new car. This is
هذه. This is هذه. Our new car. Our new car. سيارتنا الجديدة. سيارتنا الجديدة. This is our new car. هذه سيارتنا الجديدة. It's a big red car. It's a big red car. إنها سيارة كبيرة وحمراء. يعني it's a big red car. إنها سيارة. لاحظوا معي السيارة جاءت في الأخير، لكن هنا الترجمة من الإنجليزية إلى العربية لا تأتي كما هي. يعني it's a big red car. It's a big red car. إنها سيارة كبيرة حمراء. السيارة car red حمراء كبيرة big. It's a big red car. إنها سيارة كبيرة حمراء. That is our library. That is our library. تلك مكتبتنا. هنا الإشارة إلى المكتبة، لكن المكتبة يعني بعيدة شيئا ما، لهذا نقول that is our library. تلك مكتبتنا، الإشارة لمكان بعيد. إذا أردنا الإشارة إلى المكتبة وهي المكتبة قريبة نقول this is our library. لكن هنا قلنا that is our library. تلك مكتبتنا. It's a small library. It's a small library. إنها مكتبة صغيرة. It's a small library. إنها مكتبة صغيرة. Small صغيرة يعني library المكتبة. Small library مكتبة صغيرة. هنا small library. لم نقل library small في الإنجليزية. من العربية لاحظوا معي هنا مكتبة صغيرة في العربية، لكن في الإنجليزية يكون العكس. نعم small library. small library. It's a small library. إنها مكتبة صغيرة. Is this station street? Is this station street? هل هذا شارع المحطة؟ Is this station street? هل هذا هل هذا شارع المحطة؟ station street. شارع المحطة هو station street. هل هذا شارع المحطة؟ Is this station street? لاحظوا معي عند السؤال نقوم بعكس الجملة. مثلا هنا إذا في الجملة العادية the affirmative sentence نقول this is station street، لكن في السؤال نقوم بعكس الجملة. Is this station street؟ هل هذا شارع المحطة؟ No, you're in Bridge Street. No, you're in Bridge Street. لا، أنت في شارع القنطرة. لا، أنت في شارع القنطرة. You're يعني you are، لكن في الاختصار نقول you're in. أنت في the bridge street. street هو الشارع. the bridge هي القنطرة. bridge street شارع القنطرة. No, you're in Bridge Street. Station Street is over there. Station Street is over there. Station Street يعني شارع المحطة. Station Street شارع المحطة. هناك يعني is over there. is over there. هناك. Where أين؟ near those shops. بالقرب من تلك المحلات التجارية. near بالقرب. those shops من تلك المحلات التجارية. those تستعمل للإشارة للمكان البعيد، يعني الأشياء البعيدة. يعني هنا محلات تجارية والإشارة
يكون لها أنها الإشارة لها يكون بدوز، لأن هذه المحلات التجارية ليست قريبة من المتكلم، إنها بعيدة. لما تكون بعيدة نقول those shops. تلك those shops. An old car but a new bike. An old car but a new bike. سيارة قديمة لكن دراجة جديدة. لاحظوا هنا استعملت an old للسيارة، يعني old تستعمل للسيارة وكذلك للإنسان. يمكن أن نقول مثلا an old man رجل عجوز، an old man رجل عجوز، لكن هنا استعملت للسيارة كذلك. an old car يعني سيارة قديمة. but لكن a new bike لكن دراجة جديدة. Our parents are in the car. 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 والدينا في السيارة. A small house with a big garden. A small house with a big garden. A small house. A small house منزل صغير. with مع a big garden. A big garden حديقة كبيرة. garden هي الحديقة، big كبيرة. هنا نقول a big garden حديقة كبيرة. a big garden. A small house with a big garden منزل صغير مع حديقة كبيرة. لاحظوا فهنا دائما الصفة تكون هي الأولى. مثلا هنا a small house يمكن أن نقول a big house. a big garden أو نقول a small garden. لا نقول مثلا في اللغة العربية حديقة كبيرة، تكون الاسم هو الأول والصفة هي الثانية، لكن في الإنجليزية يكون العكس تماما. a small house يعني الصفة اللي أنها صغيرة، المنزل صغير، يعني الصفة هي الأولى small house. a big كبير، garden حديقة. a big garden حديقة كبيرة. هناك العكس بالنسبة للعربية نقول الاسم هو الأول والصفة هي الثانية، لكن في الإنجليزية تكون الاسم في الإنجليزية يكون الصفة هي الأولى the adjective ثم the noun من بعد ذلك. small house with a big garden منزل صغير مع حديقة كبيرة. Hello John, where are your parents? Hello John, where are your parents? سلام جون، أين والديك؟ Hello John, where are your parents? I'm not really sure. I'm not really sure. أنا لست متأكد تماما. الآر مع الإي فقط للستريس يكون الضغط عليها. really I'm not really sure. I'm not really sure. أنا لست متأكد تماما. Perhaps they are at the shops. Perhaps they are at the shops. Perhaps they are at the، لكن عند الالتقاء مع فكما في العربية إذا التقى ساكنان يحذف ما سبق. هنا سيحذف التي، لا ينطق تي فينطق perhaps they are at the تنطق perhaps they are at the shops. at the فالتي لا تنطق، عوض أن نقول at the نقول at the shops. at the shops. Perhaps they are at the shops. والآر لا تنطق جيدا فتنطق خفيفة. Perhaps they are at the shops. ممكن أنهم في المتجر. Here they are. Here they are. هنا الستريس يكون على he. here.
Here they are. Here they are. ها هم. ما معنى How old are you? How old are you? ما معنى How old are you? How old are you معناها كم عمرك. How old are you كم عمرك. ما معنى Where is your new car? Where is your new car? فكر جيدا. الجواب سهل. Where is your new car? Where is your new car? الجواب هو أين سيارتك الجديدة. Where is your new car؟ هي أين سيارتك الجديدة. ما معنى over there؟ over there ما معنى over there؟ فكر جيدا. over there ما معنى over there؟ over there هناك. over there هناك. ما معنى are these your parents؟ are these your parents؟ are these your parents؟ are these your parents؟ ما معنى are these your parents؟ فكر جيدا. الجواب سهل. are these your parents؟ are these your parents يعني هل هؤلاء والديك. are these your parents هل هؤلاء والديك. كما قلنا سابقا عندما نقول these فهو الإشارة تكون لشخص قريب أو لأشياء. تستعمل these للأشياء أو للأشخاص. هنا تستعمل للوالدين وهنا في الوالدين أنهم قريبين. are these your parents؟ ما معنى how old are they؟ how old are they؟ فكروا جيدا. how old are they؟ قلنا how old are you كم عمرك. الآن how old are they؟ how old are they؟ how old are they كم عمرهم. ما معنى I'm not sure؟ I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. ما معنى I'm not sure؟ I'm not sure. I'm not sure. أنا لست متأكد. I'm هي أنا not sure لست متأكد. I'm not sure أنا لست متأكد. هذه سيارتي. لدينا is ولدينا car. ماذا نكتب هنا قبل is وماذا نكتب قبل car؟ نقول هذه سيارتي. هذه سيارتي. هذه this is سيارتي. my car. this is my car. هذه سيارتي. كيف نقول هؤلاء حدائقنا؟ كيف نقول هؤلاء حدائقنا؟ لدينا are لدينا gardens. ماذا نكتب في الفراغ؟ لنقول هؤلاء حدائقنا نقول these are هؤلاء. كما قلنا من قبل عندما نقول these are فهنا إشارة لمجموعة من الأشياء أو الأشخاص. هنا مجموعة من الحدائق. مجموعة من الحدائق يعني جمع. والحدائق الإشارة لمكان قريب لأن الحدائق قريبة ليست ببعيدة. these هؤلاء حدائقنا. these are هؤلاء حدائقنا. our gardens حدائقنا.